حمادة إمام، الاسم اللي كل الجماهير عرفته جوه الملاعب، بس اللي كتير منهم ما يعرفوش إن الثعلب الكبير ما كانش مجرد لاعب كورة، وكل نجوم الكورة كانوا بيعيشوا حياتهم جوه المستطيل الأخضر. ده كان عنده حياة تانية بره الخطوط. حمادة إمام اتخرج من الكلية الحربية واختار يخدم بلده زي ما يخدم ناديه، فجمع بين الانضباط العسكري والموهبة الكروية الفظيعة. ما كانش مجرد نجم جماهيري، كان ضابط في القوات المسلحة المصرية وترقى في الرتب لحد ما وصل لرتبة عميد. وبعدين جت السنين الأصعب. سنة 1967 الكورة في مصر اتوقفت، سنين كاملة ضاعت من جيل كامل من اللاعبين، وكان حمادة إمام في قمة عطائه. بس البلد كانت بتمر بمرحلة أكبر من الكورة، وفي السنين دي فضل يأدي واجبه العسكري بكل فخر. وبعدين جت لحظة العبور، ووجه معاها نصر أكتوبر المجيد. وكان حمادة إمام واحد من أبناء القوات المسلحة اللي اتشرفوا بخدمة بلدهم في الفترة التاريخية دي. وبعد ما النشاط الرياضي رجع تاني، الثعلب الكبير رجع للمكان اللي بيحبه أكتر من أي حتة تانية. رجع للزمالك، رجع للجماهير، رجع للمدرجات اللي كانت مستنية لمسته وذكائه. وبرغم السنين الصعبة فضل حمادة إمام كايد جوه الملعب ومصدر إلهام لكل اللي حواليه. وفي سنة 1974 رفع كأس أكتوبر، وكأن القدر عايز يديله نهاية تليق بأسطورة. رفع الكأس وبص للمدرجات، وبعدين اتخذ القرار الأصعب، قرار الاعتزال. مسيرة اللاعب خلصت، بس الأسطورة لسه ما خلصتش. بعد الكورة حمادة إمام دخل بيوت الملايين من باب تاني، الميكروفون، وبقى واحد من أشهر المعلقين الرياضيين في تاريخ مصر. صوت يعرفه الكل، وأسلوب يحبه الكل، وكلام بقى جزء من ذاكرة الكورة المصرية. وفضلت الحكاية مستمرة لما ظهر ابنه حازم إمام يحمل الاسم نفسه ويكمل رحلة العيلة جوه نادي الزمالك. وفي يناير سنة 2016 حمادة إمام رحل عن عالمنا، بس في ناس ما بترحلش فعلا، لأنهم بيسيبوا وراهم تاريخ، بيسيبوا ذكريات، بيسيبوا إرث يعيش للأبد. من غزة للقاهرة، من الملاعب لميادين الخدمة العسكرية، ومن الثعلب الكبير لرمز خالد في تاريخ الزمالك. كده عاش حمادة إمام، وكده بقى أسطورة. لو عجبتك قصة الثعلب الكبير اكتب حمادة إمام في التعليقات وقولنا إيه الأسطورة اللي عايز الحلقة الجاية تكون عنها.